الموضوع اللي هتكلم معاكم فيه النهارده يا جماعه، انا اسف، هو الموضوع ما يخصش الموبايلات خالص، بس هو يخص التسويق او الدعايه والاعلان. انا بفهم في مجال التسويق والدعايه والاعلان حاجات بسيطه كده على قدي، فمعلش تقبل مني الموضوع ده وحاول تفهم مني اللي انا هقوله لك. انا كنت في مشوار الصبح وخلصته متاخر شويه، ومن ساعه ما صحيت من النوم الصبح ما اكلتش، فدورت جنب المكان اللي انا فيه، كنت في عباس العقاد بالظبط، على اي مطعم ان انا اكل فيه. فلقيت مطعم بيبيع شاورما وحواوشي اسمه نص دستة. في ناس كتير تسمع عنه، وهو مطعم فاتح بقاله مش فترة كبيرة جدا، بس هو كبير وعامل ضجة، ولقيت عنده ناس وزحمة وما شاء الله جميل جدا. فلقيت عنده السندوتشات بتاعت الشاورما نوعين، نوع كايزر صغير كده قد القرصة، ونوع فينو اللي هو الفرنساوي الصغير جدا. انا اسف، كان نفسي اصور لكم الساندوتش ده، بس ايه، كنت جعان جدا، والفكره لما جات لي عشان اكلمكم فيها كنت خلاص كلت. الساندوتشين اللي انا اكلتهم دول قسما بالله يمكن ما يشبعوش طفل، بس مش ده موضوعي. موضوعي ان الساندوتشين دول جبتهم ب 90 جنيه، وجبت لي كده من كشك كنزايه كده عشان ابلع بيها ب 10 جنيه ولا ب 8 جنيه، قولوا ال 100 جنيه. خلينا في سعر السندوتشين اللي هم ب 90 جنيه. السندوتشين صغيرين جدا قد كده بالظبط حرفيا، مش متروسين لحمه مثلا عشان خاطر يعوضوا الحجم بتاع الساندوتش ذات نفسه. بس انا يعني فوجئت بالحاجه وهي جايه لي في شنطه شفاف كده، شكلها شيك بصراحه، ماشي تمام، انا مش بمانع في الشنطه كويسه جدا، انما الاكل جاي لي في باكينج غريب جدا ومكلف جدا جدا جدا. يعني دي العلبه بتاعت نص دستة اللي جايه لي اللي فيها الساندوتشين. انا فوجئت ان انا بفتح العلبه، انا بفتح شكمجيه ذهب، انا مش بفتح علبه ساندوتشات. بص العلبه اتفتحت كده، وجواها الكيس اللي فيه حجم الساندوتش اهو، زي ما انا بقول لكم قد ايه، اقسم بالله يعني حتى مش طالع من الكيس ده، هنا كده لغايه هنا. الكيس حراري من جوه عشان خاطر ما يبردش الساندوتش بتاعك. وده الساندوتشين اللي انا دفعت فيهم ال 90 جنيه، وجاي الكيس ده فيه اللي انا هعده لك: منديل، وخله سنان، وايبس تمسح ايدك، وايبس، منديل مبلل، الكلافزات دي تلبسها وانت بتاكل. بصوا انا ما شفتش اشيك من كده بصراحه، دي حاجه شيك جدا جدا جدا. بس اللي انا بتكلم فيه ان التكلفه دي انا لو حسبتها لك انت مش اقل من 18 جنيه ل 25 جنيه. يعني السندوتشين بال 90 جنيه، شيل منهم ال 25 جنيه، يبقى انت بتتكلم في حوالي السندوتشين تكلفتهم 70 جنيه. انت ممكن تعمل تكلفه في الحاجات دي اقل من كده وتكبر الساندوتش بتاعك وتظبط الاكل بتاعك. انا مش جاي اكلمكم في انه الاكل حلو ولا وحش، انا ممكن يكون بالنسبه لي الاكل كان جميل جدا، بالنسبه لناس ثانيه جربته كان وحش جدا، عشان ما حدش يخش لي في الكومنتات يقول لي ده اكلهم حلو ده اكلهم وحش. مش ده الموضوع اللي انا بتكلم فيه. اللي انا بتكلم فيه ان البهرجه الزياده عن اللزوم دي في ظل الظروف والازمه الاقتصاديه اللي البلد فيها، انت ممكن تقلل الكوست ده شويه، تخف البهرجه دي شويه، وتعلي من نسبه الساندوتش بتاعك، تخليه كبير شويه، تملاه لحمه شويه. دي مجرد فكره انا بقترحها عليك، انما كل اللي انت بتعمله ده انا شايف ان هو ملوش اي 30 لازمه. انا بخاطب الفئه المتوسطه او الفئه اللي على قدها في الفلوس، عشان ما يخشليش واحد يقول لي ساندوتشين ب 90 جنيه كتير، انت بتاكل ساندوتشين لحمه ب 90 جنيه كتير. لا يا ريس، خش شوف وانزل واطلب، شوف حجم السندوتشات قد ايه. دي مش مشكلتي برضو، انا قادر ان انا اجيب السندوتشين دول واجيب اعلى منهم بكتير، وهذا من فضل الله. المشكله مش فيا، المشكله في الناس اللي على قدها، اللي نفسها مثلا تجرب الحاجات دي ونفسها تدوق الكلام ده. خليك صاحب فكر. انا عارف ان الشو حلو جدا بالنسبه لك، بس خد بالك برضو انت مش فاتح، يعني انا مش جاي اكل عندك في مدينتي ولا داخل اكل عندك في الرحاب، انا في عباس العقاد وبرضو في مدينه نصر، وبرضو انت بالتارجت المفروض ان الليفل بتاعك الفئه المتوسطه، انت بتبيع شاورما وحواشي في الاخر. الموضوع مش محتاج. اتمنى ان الفيديو ده يعني يوصل لحد عندكم. فكر فيه، هتلاقيني ان انا صح، انا معايا حق في اللي انا بقوله لك. انا اسف يا جماعه ان الموضوع ده بعيد عن الموبايلات والتكنولوجيا اللي احنا بنتكلم فيها، بس الموضوع استفزني جدا وحبيت ان انا اتكلم فيه. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.